أنا شغال من البيت وشغلي ماشي كويس، طب ليه كل ما تيجي فرصة أو ترقية تروح للي موجودين في المكتب؟ ده سؤال مهم جدا. بص، لأن الناس غالبا بتفتكر اللي قدامها أكتر، صح؟ ممكن تكون بتشتغل كويس جدا، بس لو محدش عارف حضرتك عملت إيه وحليت مشاكل إيه وساعدت الناس إزاي، شغلك ممكن ما يبانش وقت القرار. طب أنا المفروض أعمل إيه بعد ما سمعت كل الكلام ده؟ أول حاجة وأهم حاجة، اتفق مع مديرك على حاجات واضحة يتقاس بيها شغلك، مش على عدد المرات اللي حضرتك كنت فيها أونلاين أو زرت فيها المكتب. اتنين، لو سمحت ابعت لمديرك كل فترة رسالة إيميل، حاجة بسيطة تقول له أنا خلصت إيه وإيه المشاكل اللي أنا حلتها وإيه القرار اللي أنت مستنيه منه. تلاتة، لو سمحت احضر الاجتماعات المهمة وخلي الناس اللي شغلك مرتبط بيهم يعرفوا أنت بتعمل إيه، مش مديرك وبس. وافتكر دايما الشغل من البيت مش هو اللي هيقلل فرصك، لكن لو شغلك مش باين الناس ممكن تنساك وقت الترقية. فاهمني؟